ازاي دكتور في حجم حسام موافي يبوس ايد رجل الاعمال محمد ابو العينين؟ ليه ما خرجتش الصورة دي غير بعد ما عدى على الفرح 3 اسابيع؟ دكتور حسام موافي رجل بسيط وبيتعامل مع الناس بطبيعته. صورة لدكتور حسام موافي بتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وخلت متابعيه ينتقدوه بشدة، لكن الحقيقة غير كده خالص وعكس تماما ما انتوا شايفين. خليكم معانا للآخر وانا هقول لكم ايه اللي حصل. من كام يوم كده انتشرت صورة للدكتور المشهور حسام موافي في فرح بنته، واللي كان معزوم فيه مشاهير كتير وكمان رجال الدين ورجال الأعمال والمرضى كمان اللي بيتابعوا عنده. وبعد ما عدى على الفرح تقريبا 3 أسابيع انتشرت صورة ليه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيبوس ايد رجل الأعمال محمد أبو العينين. وبدأت بقى حملات الهجوم على الدكتور حسام موافي، لأن عنده قاعدة جماهيرية كبيرة قوي وكل الناس بتتكلم ازاي دكتور زي حسام موافي يبوس ايد رجل اعمال. والصورة دي كانت من فيديو كاتب كتاب بنته، وحصلت بعد ما رجل الاعمال محمد ابو العينين اتكلم بحب وود عن دكتور حسام موافي وعن كمان اللي بيقدمه من محتوى علمي وديني. ولكن اللي نزل الصورة دي قص منها كل ده ونشرها على السوشيال ميديا بشكل واسع ومن غير ما يرجع لأصل الفيديو. طبعا محبي دكتور حسام موافي كان صعب انهم يشوفوا الدكتور اللي بيحبوه وكمان بيحترموه بيعمل كده، وناس كتير قالت وقتها هي دي صفوة المال. بس اللي محدش يعرفه بقى ان دكتور حسام موافي شخص بسيط وعفوي جدا، وان الكاميرا لقطت بس وهو بيبوس ايد محمد ابو العينين وما جابتش وهو بيبوس ايد وراس كل اللي حاضرين وكل اللي كانوا في الفرح من المشاهير بقى ورجال الدين وكمان المرضى بتوعه. دكتور حسام موافي راجل صوفي بسيط جدا في تعامله وكمان مش متكلف تماما في معاملته، ودايما بيبوس راس مرضاه وضيوفه ومش جديد عليه. الحقيقة بقى نظرية المؤامرة اللي ضده دي غريبة جدا. دكتور حسام موافي مش حد قليل، ده عالم ودكتور جليل، وواضح بقى ان ظهور اللقطة دي بعد ما الفرح خلص ب3 أسابيع في وراه مغزى وهدف كمان، خصوصا ان الصورة ظهرت لما دكتور حسام موافي اتكلم وقتها عن ممارسات سلبية لطبيب زميل وكان الطبيب ده مشهور. الغريب ان فعلا محدش خد باله من الفيديو ده ولا الصورة دي، وفجأة كده ظهرت على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وبطريقة تخلي الناس كلها تشوفها بشكل غير طبيعي وغير طبيعة الصورة. وانتم كمان شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا يا ترى ايه رأيكم في الصورة اللي انتشرت لدكتور حسام موافي، وهل مصدقين الكلام اللي بيتقال عليه ولا لا؟